هذه طريقتي كيفاش نعمل كسكسي بالكالامار فارسي، طريقه باش تكون بالنسبه لبرشا عباد فيكم جديده شويه اما بنينه تعمل الكيف. جربوها وتفكروني. اول حاجه باش نبداو في تنظيف الكالامار. خذيت كعبه كبيره شويه، تنجموا تستعملوا الكعبات المتوسطين، نظفتهم بالكدا خاطر من داخل يكون فيها رمل. وباش نغسل 3 كعبات كروفيت، عندي كعبات كبار باش نغسلهم بالطريقه هذه، نحي لهم الظهر نتاعهم ونخليهم على جنب، ونتعداو نحضروا الفارس كل شيء شويه شويه خاطر كعبه بركه عنا. باش نحط لي زانغريديون كنت تلقاهم تحت الفيديو، نخلط الفارس نتاعي ونعبي في كعبه الكالامار وباش نسكرها بالطريقه هذه. انا حطيت راس الكالامار ما قصيتوش باش ندخل فيه كيردون باش يجيني منظرها مزيان من بعد كيف نطيبوها. واول اختلاف في الوصفه هذه هو تفويح الفارس نتاع الكالامار، عملتها كاني نفوح في العصبان نتاعنا العادي. واول حاجه عملتها قليت قرن الفلفل ونحيته، ومن بعد قليت شويه كعبات الكروفيت ونحيتهم باش نحط بصل وثوم وباش نفوح باللفاحات. والاختلاف الثاني باش نحطوا كمون في الصوص نتاع الكسكسي نتاعنا وباش نمرق بالماء. ومن بعد باش نخلط كعبات الحمص اللي ديجا طيبتهم خاطر الكالامار نتاعنا ما ياخذش برشا وقت. انا خذا مني ساعه هكاكا باش طابت خاطر الكعبه راهي كبيره. وردوا بالكم تنساو تنقبوا كعبه الكالامار. ونتعداو للاختلاف الثالث، انا الكسكسي راني نبلو بالزيت نتاعو نتاع الصوص والمرقه نتاعو، ومن بعد نحطه يفور. ومن بعد دوب ما طابت كعبه الكالامار رجعت كعبات الكروفيت ياخذوا هكا مطعم الصوص وسقيته. ريحه الدارش باش نحكي لكم تعمل الكيف. الكسكسي جاي فاوح على الاخر، راهو كعبه ما تخافوش. انا راني نسقيها كيكه بالطريقه هذه ومن بعد نغمو بمنديله ونخليه يشرب بالكدا. شوفوا لي البنه جات كعبه كالامار فارسي، نودكم ولا نشهيكم بنينه. جربوا الطريقه هذه، انا متاكده 1000% هي باش تعجبكم برشا.